تعالوا النهارده بقى اما اقول لكم ازاي تعملوا مندي الدجاج الاصلي في الفرن بطريقه سهله ومبسطه جدا، وهعرفكم كمان ازاي تعملوا رز المندي المفلفل النثري، وهنعمل كمان معاه سلطه الدقوس الاصليه بابسط طريقه. هنبتدي اول حاجه بتتبيله الفراخ. هنحتاج نص كوبايه من الزيت، نص معلقه صغيره من الكركم، معلقه كبيره من البابريكا، معلقه صغيره من الجنزبيل المطحون اللي هو البودره، معلقه صغيره من القرفه، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، وهنحتاج يعني زي ما تقولوا كده ربع معلقه صغيره من لون طعام. ده اختياري لو انتوا عايزين تحطوه، بس هيديها لون محمر كده، ولكن مش لازم ابدا. انا مستخدمه البودره، هي افضل حاجه للوصفه دي. ولو عندكم زعفران بودره هتحتاجوا نص معلقه صغيره من بودره الزعفران. لو عندكم فريش هتاخدوا حفنه كده صغيره زي ما انا عامله كده، بدوبها في معلقتين ميه دافيه، وبعد كده بنزل بيها فوق التتبيله او فوق كل البهارات دي، نصفيها كده. طبعا ممكن تكتفوا بالزعفران بس، مش لازم لون طعام، والوصفه الاصليه زعفران فقط، ولكن احنا عاوزين نديها لون حلو كده زي لون المطاعم، يعني بيكونوا حاطين سنه الوان طعام كده. ومعايا بقى فرختين، الوصفه دي والتتبيله دي تكفي فرختين. الفراخ متنضفه كويس بالليمون وطحينه والملح والدقيق وكل حاجه. هننزل بقى عليها بالتتبيله وندعكها كويس كده، ونتاكد ان التتبيله دخلت في كل حته. لو عايزين طريقه تنظيف الفراخ فهي موجوده في فيديوهات فراخ كتير انا عملتها معاكم قبل كده، فيديوهات الفراخ المشويه وصواني الفراخ بالبطاطس. تقدروا ترجعوا الفيديوهات دي هتشوفوا طريقه تنظيف الفراخ. وبنسيبها بقى تتبل شويه بقى على قد ما تقدروا. على ما نجهز الرز هنحتاج كده كام عود قرفه، وكام واحده لورا كده، وكام واحده من الفلفل الاسود، حفنه من الفلفل الاسود، وحفنه كده من القرنفل، وليمونتين مجفف او ليمون العماني. بهارات صحيحه زي ما انتم شايفين كلها. بنحمصها كده في طاسه على النار لحد لما تطلع ريحتها كده. التحميصه دي مهمه قوي. بعد كده بقى نحطها في صينيه من صواني الفرن، يعني ننزل بالبهارات دي في صينيه كده. انا مستخدمه صينيه ديسبوزبل دي لان انا هرميها بعد كده، فمش عايزه اغسل من الاخر، انا مش قادره. وهنحتاج 4 كوبايات من الرز البخاري او رز المندي المغسول والمتصفي. انا بغسله كويس لحد لما يبقى لون الميه اللي نازله منه شفافه، ولكن وانا بغسله ما بقعدش العب فيه بايدي كده وافرك فيه وادعكه زي الرز المصري بتاعنا، لا، عشان ما يعجنش ولا يتكسر منكم. انا بس بشطفه واغير الميه واشطفه واغير الميه لحد لما الميه لونها يبقى شفاف تقريبا. نحطه بقى على البهارات. والاربع كوبايات الرز هنحتاج 6 كوبايات من الميه الدافيه اللي مائله للسخونه. بصوا بتطلع دخان اهي، 6 كوبايات. انا بس سخنتها شويه كده في السخان او في الكتل وبحطها على الرز. وهنزود بقى الملح، نص كوبايه من الزيت عشان بس يطلع مفلفل معانا. نحركه بس حركه بسيطه، دي تقليبه خفيفه قوي كده، ما نقلبش كتير. ورق الومنيوم او الومنيوم فويل، لو عندكم هيفي ديوتي يبقى ممتاز، ما عندكوش هتحطوا ورقتين فوق بعض زي ما انتم شايفين كده. بنقفلها كويس جدا، نقفل البخار كويس جدا، ونجيب سكينه ونخرمها. بصوا ونعمل الخروم بالعرض زي ما انتم شايفين كده في كل حته فيها. بعد كده نحط الفراخ فوقيها وننزل عليها ببقيه التتبيله. مش عايزه اقول لكم بقى اللون بتاع الفراخ هينزل على الرز، هيديله لون حلو جدا، وكمان البهريز اللي نازل منها مع البهارات اللي جوه مش عايزه اقول لكم هتبقى عامله ازاي. وبحط ورقه زبده، وبعد كده ورقه فويل فوق ورقه الزبده، وبقفل كويس البخار. انا بحط ورقه زبده علشان تفصل ما بين ورق الالومنيوم والفراخ، علشان ما يلزقش عليها، وعلشان هو مش صحي قوي ان هو يلتصق بالطعام، احنا عارفين. ولكن لو ما فيش ورق زبده تقدروا تحطوا ورقه الومنيوم عادي، بس هوها شويه، ما تخلوهاش لازقه على الفراخ على طول، خلوها متهويه كده من فوق، مش لازقه فوق الجلد. وندخلها فرن سخن على درجه حراره 200. هنحطها كده نازله لتحت شويه، يعني الشبكه تبقى نازله تحت شويه، وانا مولعه النار من تحت، يعني تبقى قريبه من تحت. وبسيبها في الفرن ساعه. وبعد ساعه بالظبط بجيب صينيه واحط فيها ميه سخنه. لو صينيه الومنيا زي كده هتحطوا عصره ليمونه او معلقه من ملح الليمون علشان الصينيه ما تسودش، يعني ما احطوا بقى بايركس او صواني عاديه. وبدخلها تاني الفرن وبسيبها كمان من نص ساعه لساعه على حسب حجم الفراخ. سيبوها ساعه احسن علشان الفراخ تستوي كده كويس. بنطلعها بعد كده هتلاقوا الفراخ استوت تمام والرز استوى تمام. بصوا بقى انا عايزه اوريكم الرز. شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين نثري ازاي؟ بصوا بقى نثري ومفلفل ومستوي على الاخر على فكره. وشوفوا بقى اللون اللي نزل من الفراخ عليه، الالوان اللي نزلت عليه دي لما نقلبه كده هيختلط بقى وهيديله اللون الجميل بتاعه المميز، اللي بيبقى واضح جدا ان هو مش طالع كده يعني. وطبعا شارب من البهريز او من السوائل اللي نزلت من الفراخ، وشارب من البهارات بتاعته والبهارات اللي كانت على الفراخ. فمش عايزه اقول لكم بقى ده يجنن. الفراخ بقى برجعها تاني بنفس ورقه الفويل اللي كانت هي محطوطه عليها، بحطها فوق صينيه وبرجعها تاني جوه الفرن تكمل سوا وتشوي وتنشف كده. على بقى ما الفراخ تشوي هنجهز بقى سلطه الدقوس. 3 طماطميات، ليمونتين كبار، فصين توم،
وايه زي تقريبا نص حزمه كزبره او حاجه زي كده. مشكله انا عارفه حجم الحزم بيختلف من مكان للتاني، فانتوا حطوا حبه زي دول في الكبه او محضره الطعام او حتى في الخلاط. ليمونتين كبار من الليمون الاصفر، ممكن تستخدموا الليمون الاخضر بس هتحتاجوا تقريبا من 4 ل5 ليمونات بقى منه لانه صغير شويه. حطيت ملح وشويه كده من بذور الفلفل الاحمر اللي هي الشطه يعني، وبنضرب بقى ضربات متقطعه. ليه؟ علشان مش عايزينه عصير، احنا عاوزينه يبقى فيه كتل زي ما انتم شايفين كده. دي حلاوته وجماله، يبقى فيه كتل كده ناكلها نحس بيها كده واحنا بناكلها مع الرز. كده الرز خلاص جاهز تمام. بنقي كده بصطاد البهارات الصحيحه على قد ما بقدر. احط بقى الفراخ فوقيه، وبجيب ورقه فويل بشكلها على شكل طبق صغير، بحط جواه فحمايه وبولع الفحمايه دي. انا مستخدمه التورش، ممكن تولعوها على النار عادي. طبعا انتوا عارفين الحركه دي، عارفين اعمل ايه. بنزل عليها بقى بمعلقه زيت، طبعا هتطلع دخان كده. بنقفل بقى الدخان ده، نجيب ورقه الفويل ونقفل بقى على الفحمايه علشان ايه الدخان ده يديهم طعم الشوي، يعني تحسوا ان هما مشويين. بنعملها مع الكفته، بنعملها مع حاجات كتير اكيد انتوا عارفينها، مش عايزين تعملوها ما تعملوهاش، هي اختياريه، بس الصراحه بتنقل الطعم في حته تانية خالص. شوفوا بقى الرز جميل ازاي، شوفوا الجمال، شوفوا مفلفل ازاي ونثر ازاي، مش عايزه اقول لكم بقى. ولا لونه طالع يجنن. طريقه تسويه الرز على فكره في الفرن دي حلوه ومضمونه جدا، يعني اي حد الرز البسمتي او الرز يعجن منهم استخدموا الطريقه اللي في الفرن دي، يعني حتى لو نوع الرز مش حلو الطريقه دي تمام. شوفوا بقى الفراخ مستويه ازاي، بصوا مهريه من جوه ازاي، مهريه على الاخر، وطعمها هيجنن بقى مع السلطه دي بالذات. بصوا بلمسها بتتقطع، مفيش قطره من كده، تجنن. وعملت كمان سلطه زبادي بالخيار، عاملاها معاكم قبل كده في فيديو الفراخ المشويه، تقدروا ترجعوا لها. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.